لماذا المغرب؟ هذه الدولة الواقعة بين أقصى غرب الوطن العربي يضع فلسطين في قلبه. هل هو مجرد تضامن ديني أم هناك جذور أعمق لهذا الدعم الثابت؟ في هذا الفيديو سوف نتحدث عن الأسباب التاريخية والدينية والسياسية والإنسانية التي تجعل المغرب أو المغاربة يقفون مع فلسطين في كل الظروف. ابقى معنا حتى النهاية لتعرف الحقيقة الكاملة، وربما سوف تشعر بالفخر أكثر بكونك مغربيا أو محبا لهذا البلد. إذا لنبدأ بالمحور الأول، الأسباب الدينية. المغرب بلد إسلامي وشعبه متدين بطبعه. منذ القدم كانت فلسطين في قلوب المغاربة بسبب مكانتها الدينية. المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين له قدسية عظيمة جدا عند المسلمين. المغاربة يؤمنون بأن نصرة فلسطين واجب ديني لأنها أرض الأنبياء والرسل ومسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هل تعلم كان للمغاربة وجود فعلي في القدس؟ نعم، هناك حارة اسمها حارة المغاربة، وهي حارة تاريخية أنشأها صلاح الدين الأيوبي وأسكن فيها المغاربة الذين جاءوا للجهاد والدفاع عن الأقصى. إذا لنمر للمحور الثاني، الأسباب التاريخية. المغرب لم يكن فقط مؤيدا بالكلام، بل له تاريخ واقعي ومشرف في دعم فلسطين. في عام 1948 عند النكبة فلسطين خرجت مظاهرات ضخمة بالضبط في المغرب، رغم أنه لم يكن قد نال استقلاله بعد. وبعدها شارك المغاربة في حروب أهلية ضد إسرائيل، أو بحسن القول شارك المغاربة في حروب عربية ضد الاحتلال الإسرائيلي. العديد من المغاربة سافروا لفلسطين سرا للمواجهة والدفاع عن أرض فلسطين. نعم، إنها المغرب، ولم يتوقف الأمر هناك أبدا. حتى بعد استقلال المغرب ظل الدعم قائما شعبيا ورسميا رغم تغير الأنظمة والأوضاع. إذن لنمر للمحور الثالث، الموقف السياسي والرسمي. على المستوى الرسمي، الملك محمد السادس هو رئيس لجنة القدس، وهي لجنة تابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، مهمتها دعم القدس وحمايتها من التهويد بمعنى اليهود. المغرب يقدم دعما ماليا للمؤسسات الفلسطينية وهو دعم مستمر، كما أن وكالة بيت المال القدس ومقرها في الرباط تنفذ مشاريع صحية وتعليمية وسكنية لصالح الساكن الفلسطينيين في القدس. ورغم توقيع المغرب في اتفاقية التطبيع التي هي بحد ذاتها نقاش هي قضية يتناقش فيها المغاربة والجزائريين وإلى آخره من الناس على أن المغرب موقع مع الاحتلال أو جيش الاحتلال وإلى آخره، دولة الاحتلال الإسرائيلية، فيقولون المغرب ليست داعمة لفلسطين. نعم، هذا ما يقوله العرب، وتم توقيع هذا في السنوات الأخيرة، إلى أن الموقف الشعبي للمغرب لم يتغير بل زاد تضامنا مع غزة والقدس. إذا لنمر للمحور الرابع، دعم الشعب المغربي. المغاربة لا يدعمون فلسطين فحسب أو لأن حكومتهم هي السابقة لذلك، بل لأن القلوب اختارت فلسطين قبل كل شيء. نعم، المغاربة قلبهم طيب، قلبهم جميل، يصلون لأعماق الناس بطريقة جميلة. وصراحة مظاهرات عدة واحتجاجات على إلغاء توقيع مع الصهاينة. نعم، هؤلاء هم المغاربة، وهذه هي المغرب. ففي كل عدوان على غزة تنفجر هناك احتجاجات وتظاهرات في الرباط في جميع مدن المغرب أو أنحائه. نعم، يخرجون حاملين راية فلسطين ويطالبون بحقها وواقفون. هذه
يأتيه المغرب. التبرعات تجمع من المساجد والجمعيات ومن الناس ومن الأطفال حتى في المدارس. نعم، إنهم قلوب المغاربة يا صاحبي. عندما نقول المغرب فإن صح التعبير نقول ملائكة. فهناك عدة مواهب في المغرب. أشرف حكيمي مثلا، زياش، وعديد من الصحفيين وفنانين وممثلين وملاكمين وإلى آخره يحملون علم فلسطين بكل فخر. نعم، إنهم يفتخرون بفلسطين رغم أنها ليست بلادهم الأم، لكن بلادهم في القلب. نعم، إنهم المغاربة. وغالبا إذا زرت أي بيت مغربي ستجد فيه ما في الثقافة الفلسطينية: وجاه، لبس، أو صورة للقدس، أو حتى القدس لنا، أو أي شيء، لأن المغاربة يحبون فلسطين حبا كبيرا. والخاتمة سوف نختم برسالة قوية لكم: دعم المغرب لفلسطين ليس فقط مجرد موقف، بل هو عقيدة وهوية وتاريخ. من الأجداد الذين جاهدوا دفاعا عن القدس إلى الأحفاد الذين لا ينامون إن رأوا طفلا فلسطينيا تحت الأنقاض. نحن في المغرب نعرف أن الظلم لا يدوم وأن الحق لا يموت، وفلسطين سوف تبقى في القلب حتى تزول الغمة ويعود الآذان إلى قبة الصخرة بحرية. إذا كنت تؤمن أن فلسطين ليست وحدها، أن صوت الحق يجب أن يسمع، فلا تنسى تشارك هذا الفيديو ولو أنه بسيط. ويعني أول فيديو في القناة عن هذه القضية وأظهر فيها، يجب أن تساعدني يا صديقي باللايك. نعم، ساعدني بلايك، بنشر الفيديو، باشتراك، ماذا سوف تخسر؟ وأيضا بما أنكم تشاهدون هذا المحتوى فأود أن أقول لكم: إن استطعتم التبرع في هذه القناة سوف نقوم بتصوير فيديو لحامة عن فلسطين، بمعنى النقود أو المال الذي تتبرعون به سيذهب إلى الجمعيات التي تتكلف بمساعدة أهل غزة الذين يعانون من الجوع والعطش ويسكنون في الخيام أو يقطنون في الخيام. يجب أن نساعد ولو بكلمة صغيرة في التعليق. الله ينصرهم يا رب، الله يرحم من ماتوا. يعني كل شيء يمكنك المساعدة به. إن لم يكن لديك المال فقط تعليق أو شارك الفيديو مع من سوف يساعد في ذلك. هذا طلب وفضلا وليس أمر، لأن هذا خير سوف تجده أمامك في يوم الدين. نعم. الآن أود أن أقول لكم: اضغطوا لايك للفيديو واشتراك وتعليق، لأننا معا تذكروا سوف نكتب التاريخ. هذه القناة سوف تصبح أكبر قناة في المغرب بإذن الله تعالى، الواحد الأحد الذي لا إله إلا هو. سوف نصل إلى أهدافنا، لكن أولى أهدافنا هي مساعدة أهل غزة ولو بمساعدات بسيطة باسمكم وباسمنا. نعم، فهيا نحو المساعدة ونحو الخير نرتقي. وبما أنك وصلت إلى هذه الدقيقة أود أن أقول لك شكرا على مشاهدتك للفيديو. هذه فقط معلومات بسيطة أو فيديو سريع خفيف وظريف على قلوبكم. أتمنى أن ينال إعجابكم. لا أعرف كيف سوف يظهر الفيديو لأن فيه العديد من إذا كما قلت لكم الفيديو فيه الكثير من التجاوزات أو من التقطيعات، لأن صراحة يعني هذه فقط البداية والتصوير بالهاتف وإلى آخره. كما ترون يعني الوضع بسيط، ليس فيه أي شيء مميز، لكن من البساطة نصنع التاريخ والأمجاد، ومن البساطة يبدأ كل شيء. نعم، عندما نبدأ بالبساطة نصل إلى الأهداف، إلى طموحاتنا، إلى العديد من الأشياء. كمثال كيف كانت أمازون، كيف كانت فيسبوك مثلا، ميتا، كيف كانت يوتيوب. فالبداية هي الأهم. نحن الآن في بدايتنا، فأتمنى منكم الدعم ومشاركة الفيديو إلى الأهل مثلا أو إلى الذي يهمه الأمر. شكرا لكم، تحياتي.